اهلا وسهلا بكم في قناه طبخ بنت امال. نتمنى تلقاكم هاد الوصفه في احسن الاحوال. الا كنتي اول مره تشوفوا القناه نتمنى تشتركوا باش يوصلكم الجديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم تاكوس بحشوه كتجي معلكه ولذيذه اقتصاديه وسهله ونتيجتها كتجي لذيذه بزاف، وغنرافقوا كذلك بواحد الشلاضه اللي حتى هي فيها غير 3 المكونات، سهله وبسيطه وكتجي لذيذه ان شاء الله. نتمنى هذا الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم، جربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم. نخليكم على المقادير والطريقه نتاع التحضير. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاج الكفته، هنا عندي تقريبا واحد 300 غرام، 3 معالق كبار نتاع المعدنوس، بصله متوسطه اللي يعني شلط، وبالنسبه غادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال الثومه، وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج شويه ديال الملحه، شويه ديال داك البيمونطون يعطينا داك المذاق مدخن، شويه ديال القرفه، شويه ديال الابزار، هنا عندي ازير والزعتر والزعتره اللي طحنت، وشويه نتاع الشاونيه. صافي شحرت البصله مع شويه ديال الملحه، ومنين شحرات غادي نضيف عليها الكفته وداك التوابل وداك المعلقه ديال الثومه، وغادي نحرك هادشي كله مزيان. ملي غادي تخلط داك التوابل مع الكفته غادي نضيف المعدنوس، وغادي نبقى نخدم هاد الكفته حتى كطيب وما تبقالناش كاع فيها الماء، يعني تقلى مزيان باش ما تلقناش داك اللي بقى فيها الماء، غادي تلقنا داك الماء في الطاكوس. صافي ملي كتقلى وكطيب كنغطي عليها وكنخليها، وغادي ندوز هنا نوجد البطاطا. هنا تقريبا عندي واحد 300 غرام د البطاطا اللي قطعتها طريفات طبعا بعد ما غسلتها. غادي نوضعها في كاسروله اللي درت فيها الماء مع شويه الملحه. صافي هنا تتطيب براس ديال الموس بهذه الطريقه هذه. صافي الا شفناها طابت كنزولها، غادي نديرها تقطر بشبيكه حتى كتقطر مزيان من داك الماء، ومن بعد غادي نوضعها في اناء. غادي نضيف عليها تقريبا هنا عندي واحد 3 المعالق كبار نتاع الكريمه تكون لك القاصحه ماشي السائله، وغادي نضيف عليها كذلك واحد 3 المعالق كبار نتاع الجبن. يعني ضيفوا اي جبن عندكم، الا توفر الموتزاريلا يكون مزيان كيعطينا داك التعليكه، لما توفرش اي جبن محكوك حتى هو مزيان. شويه الملحه شويه الابزار، وغادي نخدمها غير بمعلقه ولا يعني بشوكه بحال هكا. صافي حتى كتمعك كيتخلط داك الجبن وداك الكريمه، نخدموها هي مازال سخونه باش تعطينا الطور، وداك الجبن حتى هو كيتعلق وكيذوب فيها. صافي ملي غادي نكملها غادي نضيف عليها الكفته، وغادي نخلط كل شيء، نذوق واش الملحه هي هذيك، واش نزيد شويه ديال الحرور ولا شويه ديال الابزار. صافي ومن بعد غادي ندوز باش نوجد التاكوس. فهنا عندي الخليط ديال الكفته مع البطاطا، الجبن والخبز نتاع التاكوس، وعندي هنا الصلصه ديال الطماطم كنت شاركتها معكم مسبقا، هي اللي كنت درت في البيتزا. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في الاسفل نتاع الفيديو. فغادي ناخذوا يعني واحد المعلقه بحال هكا نفزقوا بها داك الخبز، ومن بعد غادي ندير واحد 2 حتى 3 المعلقات ديال الحشوه بهذه الطريقه هذه. نضيف الجبن صافي وغادي نغطيه. فعلا كيجي لذيذ كما لاحظتوا، يعني مكونات بساط بطريقه مختلفه. صافي غادي نكمل داكشي كله اللي بقى بنفس الطريقه، كنظن راه الطريقه واضحه. غادي نثبتو مزيان بيدي. صافي ملي غادي نكمل كل شيء غادي ندوز باش نطيبوه غير فوق البوطه. فهاد القياس هذا تقريبا تيعطينا من 8 حتى ل 10 نتاع لي تاكوس، كيف ما لاحظتوا قياسهم يعني صغار ماشي كبار بزاف. صافي هنا في مقله غادي نوضع شويه نتاع واحد الطريف نتاع الزبده،
ونخليه حتى يذوب. نضيف معاه واحد شويه تاع زيت نباتيه وعلى نار متوسطه اللي غادي تذوب. غادي نوضع هادوك الخبيزات بحال هكا وغادي نخليهم حتى كيتحمروا من داك من هاد الوجه، ونعاود نقلبهم على الجهه الاخرى. صافي ما كياخذوش الوقت بزاف، نبداو معاهم الماء باش ما يتحرقوش. صافي داك الجبن كيذوب وكيتحمر داك الخبيز بحال هكا، وغادي نزولهم وغادي نكمل داكشي يبقى كله حتى هو بنفس الطريقه. وغادي ندوز باش نوجد الشلاضه، يعني فاش كيبقاو لي داك الاخرين كندوز نوجد الشلاضه. صافي بالنسبه للمكونات ديال الشلاضه فحتى هما مكونات بساط. عندي هنا الشلاضه نتاع لاماش اللي غسلتها وحتى هي وقطرتها مزيان من الماء. وغادي نضيف معها كذلك البربه اللي سلقتها مسبقا وقطعتها طريفات. وعندي هنا شويه نتاع البيستاش اللي حتى هو حمرته غير فوق البوطه شويه كيعطينا داك حتى تيولي مقرمل. وغادي نوجد هذيك الصلصه اللي غادي ندير معاهم. فغادي نختار ندير هذاك الفينيغر بالزاميك كيعطينا داك الطيبه ديال الحلاوه مع البربه حلوه كتواتى معاه. نضيف معاه شويه تاع زيت البلديه، شويه الملحه وشويه الابزار. صافي غادي نخلط هادشي كله وغادي نضيفو معاه. ففعلا كتجي لذيذه هاد الشلاضه، جربوها سهله كما كتلاحظوا مكوناتها بساط. وغادي نقدموها بالصحه والراحه. نتمنى هاد الاقتراح اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. جربوا هاد الطاكوس فعلا كيجي لذيذ معلك بداك الجبن ومكوناته كما كتلاحظوا بساط. تاكلوه بالصحه والراحه. شكرا جزيلا على الدعم ديالكم مع المشاهده ديالكم. نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، وفي امان الله.